تخيل معايا تكون خدام في طاكسي وكيف العادة كتهز الكليان اللي عند بالك من الانس ولكن هو من الجين. كيفاش غادي تتصرف؟ هادشي اللي غادي تسمعو وقع لواحد السائق ديال الطاكسي اللي تخربقات ليه حياته من بعد هاد الواقعة. سميتي عبد السلام، عندي 47 عام وسائق ديال طاكسي كبير. خدمت سنين في هاد المهنة اللي كنت في الاول كنخدم غير بالنهار، ولكن مع الوقت وليت كنخدم شي مرات حتى بالليل. المهم انا كنعيش بوحدي في شقة قديمة في حي المحمدي، كنت مزوج وطلقت. العلاقة ديالي بدات بنتي تعيش معها برا المغرب. بنتي كبرات بعيد عليا، ومع المدة ما بقاش داك التواصل بزاف. وليت انا عايش بوحدي وكندوز وقتي غير ما بين الدار وخدمتي ليا ديال الطاكسي. المهم ديك الليلة كانت ليلة فيها الشتا مجهدة في شهر جوج، خرج مع 10 ديال الليل والسما كانت مغيمة والشتا خات من السما. دخلت للطوموبيل وسخنت الموتور وشعلت الراديو على قناة دينية، ولكن الصوت كان كيتقطع. وصلت للمحطة ديال ولاد زيان لقيتها خاوية، كانوا شي طاكسيات واقفين وكيتسناو الكليان. انا بقيت جالس كنتسنى بحالهم وشويه قلت مع راسي غادي ندور يمكن نلقى شي حد نديه كورسه. بقيت غادي حتى وقفات قدامي واحد المراه كبيره في العمر، لابسه جلابه كحله ومغطيه وجهها بواحد الشال ما بان لي فيها غير يديها اللي كيبانوا ديال مراه كبيره في السن. عبرت الزاج وسولتها السلام عليكم لاله، واش محتاجه لشي حاجه ولا كتسناي شي طاكسي؟ جاوبتني بواحد الصوت اللي هو ما مسموعش مزيان، ولدي واش وصلني لدوار الزوار نواحي بن سليمان، بغيت نمشي للمقبره اللي كاينه تماك. ديك الساعه حكيت راسي وقلت لها هذه كورسه كبيره وزيتون راه المقابر ما كيتزاروش في هذا الوقت. النظرات ديالها ما كتحركش والصوت ديالها بقى هادئ ولكن فيه واحد الثقل. قالت لي غادي نخلصك قد ما بغيتي غير وصلني للباب ديال المقبره. الصراحه سكت شويه، ولكن في عقلي كانوا كيتصارعوا جوج الافكار. الفكره الاولى كتقول لي خلي عليك المشاكل، والفكره الاخرى كتقول لي رزق جابوا لك الله حتى لبين يديك. وانا نقول مع راسي غادي نمشي ندير الكورسه ونرجع في حالي. حليت لها الباب وركبات بلا ما تقول حتى كلمه. المهم بديت كنسوق، كنت ناوي ناخذ طريق جديده، ولكن هي قالت لي شي طريق ديال الغابه كتعجبني ديك الطريق وكتخليني نتنفس. الغابه وفي الليل والطريق ديال الزواير شي حاجه في الداخل ديالي كانت كتحاول توقفني، ولكن داك العرض المالي ماشي ساهل، خصوصا بعد ما قالت لي غادي نعطيك 1500 درهم. وانا صايق وما كانش كنهضر. الراديو بدا كيدار تشويش والضو ديال الطاكسي بدا كيتشعل وكيطفى بوحدو. الطريق كانت خالي والضباب مجهد، كل مره كنشوفها من المرايه ولكن وجهها ما كيبانش، كيبان لي غير الشال مدركه به وجهها مزيان. حسيت ان شي حاجه في هاد الكورسه ماشي طبيعيه لكن سكت. المهم كنت شاد الطريق القديمه اللي كتمشي من كازا لبن سليمان مرورا من الغابه اللي عدا الزواير. ما كنتش كنشوف فيها بزاف في المرايه، ولكن كل مره كنت كنسرق ديك النظره. السيده كيف قلت لكم في الاول ما كتحركش، مخبيه وجهها ودايره يدها على رجلها وساكته. وسولتها باش نكسر داك الصمت واش انتي من الزويره لالا؟ قالت لي لا، لكن راجلي مدفون تماك وخاصني نشوف واخا غير من بعيد. ديك اللحظه تصدمت وشي برد غريب بدا كيدخل واخا الزاج كان مسدود. وكل ما كنت كنسوق كنت كنحس بلي الطريق كتبدا تصغر والضو كيولي اضعف. واحد اللحظه الطاكسي هبط فواحد الحفره وطلع لي باش نطلع. الدواء ديال الطوموبيل طفى ولكن دغيا تشعلو. وانا ديك اللحظه قلت لها راه قربنا نوصلو، حيت المقبره ديال السوير كانت كتبان ليا من البعيد. وهي تقول لي اسمع ولدي وقف غير حدا الباب ماشي ضروري تنسل. فعلا كي وصلنا قدام ديال الباب ديال المقبره اللي هو قديم ومسطي وعليه واحد السلسله كبيره سادين بها داك الباب. وقفت وقلت لها حنا وصلنا، الله يرحم اللي توفى، هم السابقون ونحن اللاحقون. سكتت شويه من بعد قالت لي الله يجعل مقامك الجنه ولدي، راك ماشي بحال الباقي. مدات لي الفلوس في يدي وفعلا كانوا 1500 درهم، ولكن حسيت بشي حاجه اللي هي غريبه ملي قاست لي يدي بحال الا كانت بارده بزاف. نزلت وبقات واقفه قدام داك الباب، دورت وجهها لعندي وقالت لي ما تبقاش ترجع لهنا عبد السلام. ديك الساعه صدمتني حيت انا ما قلتلهاش سميتي نهائيا. قلبي بدا كيضرب. قلت مع راسي واش هاد السيده قالت سميتي ولا تهيأ ليا. ديك اللحظه بغيت نمشي وكنت باغي ندور باش نرجع من نفس الطريق اللي جيت منه، ولكن ديك المره غادي تبان لي بلي مازال واقف واحد الباب ديال المقبره اللي مسدود بالسناسل. شويه غادي تبان لي ديك البلاصه ولات بحال الضباب، ما بقاش كتبان نهائيا. لكن ماشي معقول تكون دخلات. الباب كان مسدود ولكن ما بقاش تماك، بحال الا ديك السيده تبخرات. وحتى في الطريق ما كايناش، يعني واخا دوز مشي طريق غادي تبان ليا، ولكن ديك السيده غبرات برمشتين. صافي ديك الساعه قلبي بدا كيضرب ورجلي تقلت والراديو بدا كيخرج منه همسات بحال الناس كيبكيو. بديت كنقول غير بسم الله الرحمن الرحيم وبغيت نرجع غير للطريق. كنقلب غير على شي ضو ولا على شي طريق اللي تكون عامره بالحديد، لكن الطريق خاويه ومباش تسالي
وكأنها كترجعني لنفس البلاصة. فجأة وصلت لواحد البلاصة اللي كتبان مهجورة ما بين الشجر. غادي نشوف نفس المرأة واقفة وكتشوف بجيتي. ديك الساعة كسيريت وكنسوق بالعقل. وصلت للدار ديالي وانا مازال مخلوع وعيان بزاف. ملي شعلت الضو ديال البيت غير كنجلس كيطفى بوحدو، كنرجع نشعلو كيطفى عاوتاني بوحدو شي 4 المرات. مشيت نجرب في البيوت الاخرى ديال الدار، قلت ربما البوله ما خدامش مزيان. ملي مشيت نتاكد من البولات ديال الدار كامله كيوقع نفس المشكل، وعرفت بلي هادشي ماشي عادي. ومع ذلك ما بغيتش نعمر راسي بشي حاجه وحاولت نرتاح والناس، ولكن الاحاسيس الغريبه ما بغاش تمشي من دماغي. حيت سمعت صوت خفيف بحال الا شي حاجه كضرب في السقف، وشويه بديت كنسمع خطوات خفيفه كتمشي وكتجي في البيت. قلت مع راسي غير العيو كيتهيأ لي هاد الاصوات. المهم نعس، ولكن دوك الايام من ورا ما هزيت ديك المراه بداو كيوقعوا لي شي بلانات بشي شكل اللي ما عندهمش تفسير. صافي ديك السيمانه ما بغيتش نخدم في الليل، وكنت كنحاول ننسى اللي وقع، ولكن الفضول شدني وما قدرتش نصبر مازال. قررت نرجع لداك الدوار باش نعرف الحقيقه. مشيت للمقبره لقيتها مسدوده حتى بالنار، ولكن لقيت واحد الراجل كان غادي بالبيكالا ديالو. المهم وقف حدا الطاكسي وسولني، قال لي ما محتاج شي حاجه حيت شفتك واقف قدام هاد المقبره اللي مهجوره، وقلت نسولك ما تلفت عليك الطريق. وانا مصدوم قلت ليه على هاد المقبره كتبقى مسدوده واش ما كتحلش بالنهار؟ قال لي لا، هاد المقبره مسدوده من مده طويله وما كيقدر يدخلها حتى واحد. وقلت له ولكن انا وصلت واحد المره هادي تقريبا شي سيمانه. وقالت لي بغات تزور راجلها. جاوبني قال لي المقبره راه مسدوده، راه كتشوف على عينيك، وماشي انت الاول اللي كتقول وصلتي شي مرة لهنا، حيت شحال مره كنسمعوا الناس كيقولوا باللي شافوا شي حاجه غريبه قدام هاد المقبره خصوصا بالليل. قلت لي ولكن انا سيت معايا واحد السيده ووصلت حتى لقدام هاد الباب، ولكن ما بقاش بانت ليا. هو يقول لي اسمع سيدي، ما كاين حتى حد اللي يقدر يحل الباب وهو مسدود. وهذا الكلام اللي قال لي زاد خلعني، وحسيت بواحد ثقل في صدري. رجعت للدار ديالي، ولكن شي حاجه بقات معايا، شي حاجه كتراقبني. وليت يوميا كنلاحظ امور غريبه في الدار. البيبان كيتحلوا كيتسدوا بوحدهم في الليل، وكنحس بشي ظل اللي كيتحرك وسط الدار. وليت كنطلق الرقيه يوميا حتى لواحد النهار. بغيت نشعل التلفازه كيف العاده باش نتلقى الرقيه. كنلقى التلفازه تصوت بوحدها، وبديت كنحس براسي باللي انا ملاحق، بحال الا شي حاجه كتراقبني اللي انا ما عرفتش شنو هي بالضبط. في الاخير قررت نوقف الخدمه ديال الليل ونبقى نخدم غير بالنهار، ولكن مع ذلك الرعب والفضول ما خلاونيش نرتاح. وهكذا بقات القصه ديالي لحد الساعه ما لقيتش لا تفسير. كنقول الا طول هادشي غادي نمشي نرحل من ديك الدار ونمشي لشي بلاصه اخرى، حيت بديت كنحس براسي تخربقت، وكنبقى نهضر مع راسي بحال شي حماق. والتفسير الوحيد اللي لقيت هو ديك المراه اللي ركبت معايا في الطاكسي، ماشي مراه عاديه وماشي من الانس. وهذه قصتي.